السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا إن شاء الله قصة يا إخوان. ما حد مهتم عن سبب غيابك، لكن اختبارات وجامعة، وأنتوا عندكم أيضا اختبارات، فصلى الله أنه يوفق الجميع. قصة اليوم قصة جميلة جدا. القصة عندنا موجودة في المملكة العربية السعودية. في يوم من الأيام، تحديدا في عام 1438، قريبا يعادل 2016، استيقظوا أهل جيزان، تحديدا في منطقة اسمها دير أو شيء زي كذا، على خبر، كان يوم أربعاء، على خبر قتل 7 من المعلمين وإصابة شخص واحد أو ناجي شخص واحد. فألقوا القبض على الجاني. فالجاني طلع شخص اسمه عبد الله. عبد الله كان يدرس في هذه المدرسة. بتقولي شلون؟ بتعرف بعد شوي. خلونا نرجع بالأحداث شوي ورا. في عام 1428 يعادل ميلادي 2008، كان في شخص اسمه عبد الله. عبد الله يدرس المادة اللي هي التربية الإسلامية. كان مدرس في جنوب منطقة عسير، كان يدرس في الجنوب. بعد فترة أتاه نقل، والنقل هذا هو وافق عليه أو هو طلب نقل إلى جيزان. الكلام هذا تقريبا في أواخر عام 2015، فوافق على هذا النقل وانتقل. عبد الله عمره 35 سنة، متزوج وعنده عيال. في يوم نقل، دخل مع المجموعة الجديدة أو المدرسين الجدد، كانوا يمدحون ويثنون على عبد الله، إن عبد الله شخص كويس، ولكن شخص انطوائي، شخص ما يكلم أحد، تحس إنه منعزل وفي حاله. وغالبيا حنا نحب هذه الشخصية، إن شخص والله منحالف باله خليه منحالف باله. شخص منعزل انطوائي تيجي تكلمه يكلمك، ما تكلمه ما يكلمك. ففي غالبية من الناس يحبون هذه الشخصية، إن هذا الشخص ما يروح إلا لما أنت تروح له، أو ما يتكلم لما أنت تروح له. فهذه كانت شخصية عبد الله. على كلام الشهود أن في هذيك الفترة عبد الله بعد الترم الثاني تغير، فلاحظ عليه مدير المدرسة هذا التغير. وقبل الحادثة كان بأيام بسيطة، فجاء عنده مدير المدرسة قال إن أنت فيك متوتر، وأحس إنك ماخذ هموم الدنيا فوق راسك، وأحس إن طبعك صار حاد، وأحسك جاد أكثر. مو أنت عبد الله رفيقنا اللي إحنا نعرفه، خصوصا إن الطلاب برضو ملاحظين عليك هذا الشيء. وش فيك يا عبد الله؟ عندك ضغوط، عندك أشياء في البيت، علمنا. أنا مدير المدرسة راح أحاول إني أساعدك، أعطيك إجازة، أو إني أحاول إني أصرف عنك بعض الحصص وما إلى ذلك بحكم من الضغط اللي عليك. فعبد الله صرف المدير، فقال له إني أنا بروح ألعب. طلع راح يلعب مع اللي في المدرسة الصغار طلاب، بعد استاذن ومشى. في اليوم الثاني دخل شخص على سكن المعلمين، فبدأ يرمي أو يضرب النار بشكل عشوائي. فتوجه إلى مكتب التعليمي اللي كانوا فيه المدرسين، فبدأ يرمي، فقتل 7 أشخاص. أنا قلتها صح؟ فقتل 7 أشخاص وواحد اللي نجا. بحكم المصادفة الشخص هذا يوم كان يرمي، الشخص هذا يقول أنا فكرت أن عبد الله إرهابي. يقول أنا ما أدري أصلا من هذا الشخص، كان متلطم. يقول ففكرت أن هذا الرجل إرهابي بحكم أن الإرهاب منتشر في هذيك الفترة، قال أنا حسب أنه إرهابي. فيقول جيت أبي أقاوم، أبي أدافع، رماني 10 طلقات. يقول ولكن عبد الله كان يعني ما هو متمكن أو متمرس من السلاح، فاللي جتني طلقتين و8 راحت في الهواء، أو إنها تسقع جنبي أو إنها كذا. يقول فطحت. طلع للدور الثاني، بدأ يدور، بدأ يشوف اللي موجودين، يرمي. فقتل 7 أشخاص. الناجي يقول من سوء حظي أنا إن كان في شخص كان يبي يمشي من المعلمين، كان يبي يمشي، فكنت أقول له أصبر، عندنا شغل، عندنا مدري إيش، نطلع سوا. لما جاء عبد الله وقتله. فهذا من سوء حظي. يقول كنت حزين على هذا المدرس. فسبحان الله، يقول يوم نزل عبد الله شافني فقال أنت باقي حي، بدأ يرمي. يقول بدأت أنطق الشهادة
أغمي عليه. يقول ما فقت إلا في المستشفى، أنا الوحيد يلي ناجي من هذه الحادثة. عبد الله ليش صار معه كذا؟ مدير المدرسة يقول حنا دخلنا جروب، يقول جروب هذا خاص في المادة الإسلامية أو المادة اللي هو يدرسها، فكان ما يرسل شيء ولا يكتب شيء، إلى أن قبل الحادثة بأيام بسيطة أرسل مقطع عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعدها أرسل إن الله يلعنكم جميعا لعنة من اليوم إلى يوم القيامة، وبدأ يلعن ويسب. طب ليه؟ ما حد يدري، فغادر الجروب. المحادثات موجودة، والشخص يلي طلع يتكلم موجود أيضا في اليوتيوب، كل شيء تقدر تشوفه. أنا ما راح أحط لك، أنت تروح تبحث، أفضل إنك تستكشف في القصة. فهذا الشخص بدأ يلعن ويسب وطلع من الجروب، فتفاجئوا في اليوم الثاني إني هاجم على، فتفاجئوا بالشخص اللي هجم على المدرسة اليوم الثاني هو عبد الله. كيف عرفوا؟ أتت السلطات الأمنية وبدأت تفتش عن هذا الشخص، إنه ما راح بعيد عن المدرسة، فلقوه في الحي متلطم مع السلاح، فقالوا له سلم نفسك بدون أي مقاومات. سلم نفسه بدون أي مقاومات، سلم نفسه عبد الله. فالمفاجأة يوم طلعت على الإعلام أن هذا الشخص هو المدرس عبد الله نفسه يلي يدرس في نفس المدرسة. فهنا كانت المفاجأة، والفاجأة لأصدقائه أو الشخص اللي نجا. ليه؟ حنا شفنا عليك تغير، حنا شفنا عليك انطباع حاد، شفنا عليك انك ما عاد تقبل الكلام، مو لدرجة انك تدخل وترمينا. ما يدرون ايش اللي صار مع عبد الله. هل عبد الله تشدد في الدين وغلا اكثر، او غلو يعني، او ان عبد الله شخص مريض وعنده انفصام في الشخصية، فما يدرون عبد الله هو ايش بالضبط، ما يدرون. بعد ان حكم على عبد الله اتى الى هيئة التحقيق، فقالوا له ان انت ليش فعلت كذا، او ليه هذول اصدقائك؟ قال هذول ما هم اصدقائي، هذول ناس يبون يتربصون او يحاولون انهم يعرفون معلوماتي من خلال كاميرات في المدرسة، هذول يحاولون يراقبوني. قالوا له يراقبونك ليه ليه هم يسوون كذا اصلا؟ قال انا ما ادري، بس انهم يحاولون يراقبوني، هم بدوا يسبهم يلعنهم. قالوا له ما انت نادم على هذا الفعل؟ قال انا ماني نادم، ولو انعاد فيني الموضوع مرة ومرتين ثلاث لفعلت نفس الفعل. فعبد الله ما يدرون عبد الله ايش اللي جاه او ايش اللي قلب هذا الرجل، خصوصا انه عمره ما صغير، في 35 عام، يعني مرة ما هو صغير. فحكم على عبد الله بالإعدام أو بالقصاص، فنفذ فيه القصاص في عام 2021، يعني تقريبا قبل 3 سنوات. فأسأل الله أن يرحم من كانوا في القضية جميعا، لا المدرس ولا يلي قتلهم اللي هم المعلمين أخويا. شوف الجريمة ما تبرر، أو القتل والدم ما يبرر، إنك أنت تقتل نفس عشان سبب ما يبرر. النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء ذاكرها، تقاتل عشان الدين، تقاتل عشان المال وعرض، أنت هنا تموت شهيد. لكنك تقاتل بسبب أو تقتل شخص بسبب إنه والله سوالك كذا، أو إنه لف عليك بسيارة، أو إنك ترى بتدخل النار. وأنت أنت قاتل، مش قاعد أقول، قلبت عراقي، وأنت قاتل شخص، وهذا نفس من الله سبحانه وتعالى، أنت قتلته. كيف بتحط على راسك مخدة وتنام؟ كيف بتحط راسك على المخدة وتنام وأنت قاتل نفس؟ الله سبحانه وتعالى راح يعذبك لأنك أنت قتلت نفس زكية بغير حق. فموضوعية القتل ما تبرر إلا في الشيء اللي مذكور في الدين والكلام اللي منقول على النبي عليه الصلاة والسلام فقط. لكنك إنك تقتل لسبب من أسباب الدنيا فهذا غير حق لك، هذا مو بحقك يا حبيبي إنك تروح تقتل. وين حنا عايشين؟ صلى الله أن يرحمهم جميعا، وإن شاء الله أنكم استفدتم من النصيحة. أنا ما أدري، أحس أنها حجت. تواجه على خير إن شاء الله. السلام عليكم.